مرحبا بنات، شلونكم؟ شلون الصحة؟ يا رب الكل بخير وصحة وعافية وانتم مشاهدون فيديو اليوم. رجعت وياكم بفيديو جديد. اليوم راح نسوي خلية النحل بطريقة جدا بسيطة وسهلة ومكونات موجودة بالبيت. هنا خاشوقة من الخمرة وخاشوقتين حليب وخاشوقتين شكر، ضفت عليهم نص قلاص مي، خلطتهم بهاي الطريقة كل زين. هنا راح اضيف عليهم خاشوقتين من الروبة. ضروري المكونات بدرجة حرارة الغرفة، يعني دافية، ما اريدهم باردات. هنا بنات خلطت كل زين. بعدين راح اضيف عليهم 3 اكواب من الطحين، طحين الصفر. طبعا هذا الطحين مالت يعني الصفر مالت الحصة، واي نوع طحين موجود عندكم عادي يصير. هنا انا اجيتهم عجنة بسيطة، ضفت عليهم الملح، وهنا عندي هذا الزبد، يعني انا مطلعته من وقت على مود هيجي يسيح عندي وضفته على العجينة. راح اعجنهم عجن كل زين لمدة تقريبا 7 دقائق الى 10 دقائق بهاي الطريقة، حتى يختفي عندي الزبد وتصير العجينة بهاي الشكل. هنا شوية اخلي الزيت حتى لا تلتصق عندي العجينة، وراح اغطيهم واتركهم تقريبا يختمرون نص ساعة. بعد ما اختمرت عندي العجينة كوريتها وسويتهم هيك بهاي الطريقة. هنا بديت احش بيهم بالجبن. عندي هنا جبن كيري، قطعته بهاي الطريقة وبديت احش بالعجينة. اي نوع جبن، جبن بيتزا، اي نوع جبن متوفر عندكم تقدرون انتم تحشونها. واذا ما تحبون الجبن تقدرون تخلونها هيجي، وتقدرون هم تحشون اذا عندكم لحم مثروم او صدر دجاج، هاي حسب الرغبة. هنا بديت احش بيهم بهاي الطريقة. هنا بنات حشيت العجينة وراح ادهنهم شوي الوجه بالبيض حتى يصير هيجي لونهم ذهبي حلو. وراح اتركهم تقريبا ربع ساعة يختمرون مرة ثانية. راح اغطيهم، يعني ما ادخلهم هسه للفرن، اخليهم يختمرون ربع ساعة وبعدين ادخلهم للفرن. هنا راح اخلي على الوجه شوية سمسم على مود يصير شكلها كلش حلو. وهنا عندي هم هاي الشعرية الباكستانية، هم هيك خليت على الوجه يصير شكلها كلش حلو وطعمها طيب. انا مشغله الفرن على درجة حرارة 180 قبل لا ابدا اعجن، يعني العفو، قبل لا ابدي اكور العجينة واحشيها. وهنا بعد ما طلعتها وصار هذا شكلها وسويت وياها شاي. وهنا أنا بديت اخلي عليها هذا الحليب المكثف المحلى، واللي ما يحب عادي لا يضيف. انا بس هيك مجرد على مود الشكل، وكانت كلش يعني طيبة وبنفس الوقت هشة وقطنية، وتفيد العصرية. يجي خطار فجأة وانتي ما موجود عندك اي شي تقدمينه، ما تطول، يعني تقريبا اخذت من عندي هي وعجنها وكليتها ما طولت عندي ساعة. وكانت هيجي شلون يعني العجينة مستوية وريحتها تخبل. وهاي كانت طريقة الجبن شلون يطلع كلش طيب وتفيد حتى للريوقات. كان هذا فيديونا، مع ألف سلامة.